كيف تمكن 3 سجناء من الهروب من أخطر سجون العالم والأكثر تحسنا والاختفاء دون أثر، لدرجة أن مكتب التحقيق الفيدرالي FBI ما قدروا يعرفون كيف تمت عملية الهروب، لأن السجن كان محكم لدرجة أنهم لو تركوهم أحرار في الجزيرة فلن يتمكنوا من الهروب. لكن السؤال يبقى، كيف تمكنوا 3 سجناء من الهروب من سجن هو الأشد حراسة والأكثر تحسنا في العالم، ومن جزيرة معزولة تماما عن العالم؟ هذا لغز حير ال FBI والمخابرات الأمريكية لأكثر من 60 سنة، واليوم راح نكشف كيف تمت عملية الهروب هذه. لذا خليكم معي لنهاية الفيديو. حياكم الله، معكم عزيز من قناة كاما. لا تنسوا الاعجاب والاشتراك، ويلا خلينا نبدأ. جزيرة الكاتراز التي لا يمكن الفرار منها وفقا لقول ال FBI والمخابرات الأمريكية تقع وسط المحيط الهادي. هي عبارة عن جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها 22 فدان، لكنها كانت موطن لأخطر المجرمين في العالم، وتم بناء فيها أخطر سجن وهو سجن الصخرة. سمي بسجن الصخرة لأنه تم بناؤه على صخرة كبيرة جدا. السجن كان محاط بالمحيط من جميع الاتجاهات، فوق كل هذا كان عليه سياج حديدي بارتفاع 15 قدم، وبالإضافة إلى أن رياح المحيط والأمواج كانت قوية جدا، وهذا الشيء يجعل عملية الهروب مستحيل. ونظرا لهذه الظروف القاسية تم إعلان الجزيرة سجن فيدرالي في عام 1934، حيث تم تعزيز إجراءات الأمان إلى أقصى درجة. باختصار كان من المستحيل أي شخص الخروج من هذا المكان بدون تدخل السلطات. لكن في 12 يوليو عام 1962 تحطمت هذه الاعتقادات عندما تمكن 3 سجناء من خداع النظام والهروب من السجن. أبطال هذه القصة كانوا جون إنجلين وكلارنس إنجلين، شقيقان وهم متهمين بتهمة سرقة بنك. وكان في شخص ثاني اسمه فرانك، مجرم محترف تنقل بين السجون لمدة 13 عام قبل وصوله إلى سجن الكاتراز. وكان في شخص رابع اللي اسمه إلين ويست، سجين معروف بمحاولاته العديدة للهروب من السجون الأخرى، ولهذا السبب تم وضعه في سجن الكاتراز لمنعه من الهروب مرة أخرى. كان إلين ويست هو العقل المدبر لهذا الهروب، حيث اكتشف في عام 1960 ثغرة في الجناح بي، مما جعل فكرة الهروب ممكنة جزئيا. لكن التحدي الأول هو أن السجناء كانوا في أجنحة متعددة، فكان بعضهم في الجناح A وكان بعضهم في الجناح B وبعضهم كان في الجناح C، ولكنهم بطريقة ما قاموا بإقناع إدارة السجن عشان يخلونهم في جناح واحد، وفعلا تم نقلهم أخيرا إلى الجناح B ليصبحوا معا في مكان واحد، وبدأوا التخطيط لعملية الهروب. وعلى مدار عامين عمل السجناء داخل زنزاناتهم في سرية تامة، وما في أي حد شك باللي كانوا يخططون له. كان لكل زنزانة فتحة تهوية صغيرة في الجدار الخلفي، حجم متسعة في 5 بوصة. كان إيلين ويست على دراية بهذه الفتحات لأنه كان يعمل في مجال الصيانة في السجن، وكان يعلم أن جدران الزنزانة لا يتجاوز سمكها 6 بوصة. وباستخدام أدوات بدائية مثل المعالق اللي سرقوها من المطبخ بدأوا في توسيع الفتحة ليتمكنوا من الهروب. كانوا يشتغلون في الوقت اللي يقوم فيه السجناء بعزف الآلات الموسيقية. في ذيك الوقت كانوا يعطون السجناء نص ساعة باليوم من أجل عزف الآلات الموسيقية، فهم كانوا يشتغلون في ذاك الوقت. ولإخفاء العمل كانوا يقطون الفتحات بصناديق أو أدوات موسيقية أثناء العزف. كان السجن مليء بالضوضاء في تلك الأوقات، فكانت نصف ساعة هذه هي أفضل وقت من أجل الحفر وتوسيع الفتحة. وفي خلال عامين تمكنت المجموعة من الانتهاء من الحفر، ووصلت المجموعة إلى ممر خلف الجدران لا يخضع لحراسة مشددة. من هناك تسلقوا عبر أنابيب التهوية حتى وصلوا سطح السجن. في خلال أسبوع تمكنوا من صناعة قوارب باستخدام ملابس وبطانيات، فكانت عملية صناعة القوارب بالنسبة لهم سهلة جدا، لأنهم كانوا هم ال4 المسؤولين عن عملية صيانة وتنظيف سطح السجن، فكان من السهل أنهم يصنعون قوارب بدون ما أحد يكتشفهم. فكانوا بالنهار يقومون بتنظيف وعمل صيانة للسجن، وفي الليل كانوا يتسلقون ويصعدون إلى سطح السجن ويقومون ببناء القوارب. وبعد أسبوع تقريبا انتهوا من صناعة القوارب، فنزلوا باستخدام أنابيب الصرف الصحي وتسلقوا السياج الذي يبلغ ارتفاعه 15 قدم عشان يوصلون أخيرا إلى شاطئ الجزيرة. لكن المشكلة إن إيلين ويست اللي هو العقل المدبر لم يتمكن من الهروب في الوقت المناسب، بسبب أنه تأخر في توسيع التهوية في زنزانته. وبحلول الوقت الذي تمكن فيه من توسيع الحفرة كان زملائه قد غادروا الشاطئ ولم يكن أمامه خيار سوى البقاء. وبمجرد اكتشاف عملية الهروب تم استدعاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وخفر السواحل ووكالات أخرى لبدء عملية بحث مكثفة، لكن لم يتم العثور على أي أثر للسجناء ال3 ولا حتى الطوافات اللي استخدموها. بعد يومين تم العثور على مجداف خشبي عائم يعتقدون أنه جزء من القارب، كما تم العثور على أكياس مصنوعة من معاطف المطر.
تحتوي على ممتلكات شخصية للسجناء بما في ذلك صور عائلاتهم ورسائلهم، وهذه الاكتشافات دفعت المحققين إلى الاعتقاد بأن السجناء غرقوا في البحر، بحيث مش من المنطق أنهم يتخلوا عن أشيائهم الشخصية. لكن لم يتم العثور على أي جثث، ومن المعروف أن الجثث التي تغرق تطفو على سطح الماء بعد بضعة أيام. لكن بعد أشهر من البحث لم يظهر أي دليل يشير إلى أنهم ماتوا. وفي عام 1979 وبعد 17 عام من البحث أغلقت ال FBI التحقيق رسميا، غير قادرين على تأكيد ما إذا كان السجناء قد نجوا أم لا. لكن في عام 2015 ظهر تقرير غامض من ابن شقيق الأخوين إنجلين، حيث ادعى أن عمه لا يزال على قيد الحياة في البرازيل، وإن أحد أقربائه التقط لهم صورة هناك في عام 1975. بالإضافة إلى ذلك في بعض العائلات قالت أنه كان في شخصين متنكرين زي نسائي كانوا يزورون الأسرة في المناسبات الخاصة، مما أثار الشكوك بأنهم الأخوان إنجلين. وإلى يومنا هذا لا تزال هذه القضية مفتوحة لدى خدمة US Marshal Service، ولن يتم إغلاقها إلا إذا تم العثور على الهاربين أو تم تأكيد وفاتهم أو بلوغهم سن 99 عام. أما سجن الكاتراز فقد تم إغلاقه بسبب تكاليف تشغيله الباهظة، وتحول إلى موقع سياحي حيث يمكن للزوار رؤية الزنازين التي شهدت واحدة من أعظم عمليات الهروب في التاريخ. وإلى يومنا هذا يظل لغز هروب سجن الكاتراز واحدة من أعظم الألغاز غير المحلولة في العالم، وما زال السؤال قائم: هل نجحوا في الفرار أم ابتلعهم المحيط؟ إلى هنا تكون انتهت قصتنا. لا تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.